الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. أحبتي السلام عليكم. موضوع لقائنا التاريخي عنوانه الزاوية الدرقاوية بآسفي، مجمع ومدفن عدد من كبار علماء آسفي. أحبتي، موضوع هذا اللقاء عجيب من عجائب حاضرة آسفي، لا يعلم بها الكثيرون من أهل هذه الحاضرة المحروسة ومحبيها، وهي عجيبة تخص واحدة من أقدم زوايا آسفي، زاوية عمرها حتى الآن حوالي قرن ونصف. إنها الزاوية الدرقاوية الآسفية. فهذه الزاوية توجد داخل أسوار المدينة العتيقة في نهاية وعمق الزقاق غير منفذ ينسب إليها، إذ يسمى بدرب الزاوية، وهو واحد من الزقاقات الغير نافذة التي تنفتح وتصب في شارع درب الصمعة. وهذه الزاوية هي فرع للزاوية الدرقاوية الأم الموجودة بفاس، التي أسسها الشيخ مولاي العربي بن مولاي أحمد الدرقاوي. وقد تأسس هذا الفرع الآسفي في الثلث الأخير من القرن الثالث عشر الهجري، الموافق للنصف الثاني من القرن التاسع عشر. ويعد طريقها الصوفي في حكم العالم محمد بن جعفر الكتاني طريق مبني على اتباع السنة في الأقوال والأفعال والعبادات والعادات، ومجانبة البدع كلها في جميع الحالات مع كسر النفس. ومن أتباع الزاوية نذكر السلاطين العلويين، المولى عبد الرحمن والمولى الحسن الأول والمولى يوسف. ومن كبار العلماء المغاربة الذين انتسبوا إلى هذه الزاوية محمد الحراق وأحمد عجيبة ومحمد الفاسي. ومن عجائبية الزاوية الدرقاوية الآسفية عجيبتان. العجيبة الأولى أن هذه الزاوية بنفيس كتب مكتبتها العامرة بمكان ينتسب إليها ويجتمع فيها من العلماء الآسفيين، كانت في نفس الآن مسجدا للصلوات الخمس وللذكر، مسجد كان له إمام راتب ومؤذن، وكانت مدرسة لتعليم علوم الدين يقصدها الطلاب من داخل المدينة ومن نواحيها. فيها كان يدرس الفقه والحديث والتصوف والقراءات واللغة والنحو والمواقيت، حتى قيل أن الزاوية الدرقاوية هي زاوية العلماء. فبخصوص مكتبتها يشيد بها الفقيه الكانوني ويحصر عدد كتبها، وهو عدد كان مهما إن لم أقل قياسيا في عصره، يوم كان الكتاب عملة نفيسة ونادرة وغالية الثمن. فقد ذكر أن مجموع كتبها وصل إلى 124 كتابا في مختلف الفنون والعلوم. وبخصوص العلماء المنتسبين للطريقة الدرقاوية والعاطفين عليها والدائم الإقبال عليها والتجمع فيها للصلاة والذكر والدرس، فقد كان من نخبة كبار العلماء الآسفيين. نذكر منهم الفقيه عبد السلام المطاعي، والفقيه التاودي، والفقيه عبد القادر بن عبد الله الشقوري، والفقيه التهامي بن أحمد الغماز، والفقيه إدريس بن هيمة، والفقيه المفتي أحمد بن إبراهيم بن هيمة، والمحتسب الفقيه عبد الله بن هيمة، والفقيه محمد بن طاهر بن هيمة العرج، والفقيه محمد العسكوري. والعجيبة الثانية مقبرة الزاوية. أحبتي، جرت العادة في المدن العتيقة أن تكون المقابر خارج أسوار المدينة، وهذا ما نقف عليه بحاضرة آسفي. فمقابرها كانت متعددة وجميعها توجد بمحيط المدينة خارج السور، وغير بعيد عن أسوارها وأبوابها في اتجاه الشمال والجنوب والشرق، وحتى في الغرب بجوار بحر المحيط. أحصينا منها 11 مقبرة للمسلمين، ومقبرة واحدة لليهود، ومقبرة واحدة للنصارى. وعلاوة على هذه المقابر الخارجية كانت توجد مقابر صغيرة داخل المدينة، أي داخل الأسوار، ومنها مقابر بالزوايا مثل الزاوية المصلوحية والزاوية الوزانية والزاوية العيساوية والزاوية الناصرية والزاوية القاطرية والزاوية الدرقاوية وغيرها. وكانت الزاوية الدرقاوية مقارنة بالزوايا المذكورة تمتلك أكبر مقابر الزوايا، بامتلاكها مقبرتين. الأولى كانت تستعمل أرضية فنائها أو ساحتها التي تلي باب الدخول، وكذا أرضية إحدى غرفها، وهي المعروفة عند مريد الزاوية ومنتسبيها ببيت الذكر داخل بناية الزاوية. والمقبرة الثانية أوسع وأرحب، وهي ملحقة بالزاوية، كانت في الماضي جزءا من سجن قديم تنسب إليه إحدى الدروب المعروفة
بالمدينة العتيقة بدرب الحبس، وما تزال بعض دهاليزه قائمة وتستغل أرضها في الدفن، وتسمى هذه المقبرة عند منتسب الزاوية بالرياض. وعجيب هاتين المقبرتين أن تراهما يحتضن جثامين ورفات عددا من كبار العلماء الآسفيين، وهو عدد لا يوجد في أي مقبرة أخرى بزوايا المدينة العتيقة من آسفي، مما يستدعي الالتفات إلى هذه الفريدة العجيبة. ومن دفنائها من العلماء المحتسب عبد الله بن هيمة والمتوفى سنة 1969، والفقيه محمد المطاعي المتوفى سنة 1926، والفقيه محمد الهسكوري المتوفى سنة 1987، والفقيه عبد القادر بن طار الحكيم المتوفى سنة 1926، والعلامة محمد بن أحمد الطريقي المتوفى سنة 1928، والفقيه علال الغماز المتوفى سنة 1931، والفقيه بن طاهر بن هيمة العجج المتوفى سنة 1972، والفقيه محمد حدادو، والفقيه محمد البعناني المتوفى سنة 1949، والفقيه قاسم المرحابو، ومحمد الطالب بن هيمة، والفقيه أحمد المطاعي، والشريف مولاي التامي بن سيدي محمد بن مولاي إدريس الوزاني مؤسس مسجد المنسوب إليه بحومة الرباط والمتوفى سنة 1915. ووجدت أن من بين الأسباب التي حدث بهؤلاء العلماء وغيرهم من اختيار متوهم الأخير بطرى مقبرة هذه الزاوية بقسمها أنها توجد داخل المدينة وقريبة من أهلهم في حال السلم والحرب، ثم أنها توجد في أماكن موقرة ومقدسة يذكر فيها الله باستمرار صلاة وذكرا ووردا ودعاء، مما يضفي على قبور مسحة من الهيبة والوقار والاحترام، بما يجود عليهم بشيء من الرحمة والغفران. ثم أن هذه المقابر بعيدة عن يد العبث والتخريب والتدنيس ورمي الأزبال، وهي سلوكات مرفوضة كانت تطال المقابر، وللأسف ما زالت مستمرة حتى الآن، مما يدفع بأخيار المجتمع المدني في عصرنا إلى تنظيم حملات تنظيف وترميم لمقابرنا من وقت لآخر. أحبتي، مودتي وتحياتي، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.